مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. وفناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير، الضيف أحمد، الله يرحمه. ممثل ومخرج وكاتب مصري، ولد في قرية صغيرة تابعة لمحافظة الدقهلية، لأسرة مكونة من 7 أبناء، وكان ترتيبه قبل الأخير. تاريخ ميلاده 12 فبراير 1936. تاريخ وفاته 6 أبريل 1970. توفى عن عمر يناهز 36 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. لمعت موهبته الفنية منذ أن كان طالبا في المدرسة الثانوية وفي جامعة القاهرة، حيث أخرج ومثل عدة مسرحيات على خشبتها، حتى حاز على الميدالية الذهبية في مسابقة كأس الجامعات. تخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب عام 1960. أول ما شافه فؤاد المهندس في أحد المسرحيات اللي كان بيشارك فيها في الجامعة، اختاره ليشارك معاه في مسرحية أنا وهو وهي، اللي اتعرضت عام 1964. واللي مشهور عن المسرحية دي إن فؤاد المهندس وشويكار حبوا بعض، وفؤاد المهندس طلب إيد شويكار على المسرح. ثم عرف الجمهور المصري بعد أن شارك في تأسيس فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1967، وكانت مع النجمين سمير غانم وجورج سيدهم، الله يرحمهم. أنشأ فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع الفنان الكبير سمير غانم وجورج سيدهم. ومن أفلام ثلاثي أضواء المسرح في الفترة دي شاطئ المرح، فرقة المرح، 30 يوم في السجن، القاهرة في الليل، منتهى الفرح، رحلة السعادة، الزواج على الطريقة الحديثة، شنطة حمزة، شباب مجنون جدا، حلوة وشقية، أفراح، مسرحية طبيخ الملايكة، فيلم لسنا ملائكة، آخر جنان، ذكريات التلامذة. قدم 49 عمل فني، ومنهم 3 نساء، أفراح، الزواج على الطريقة الحديثة، حكاية 3 بنات، حلوة وشقية، وفوازير ثلاثي أضواء المسرح، إضراب الشحاتين،
العريس التاني، براغيث، بنت شقية، حواديت، شاطئ المرح، شباب مجنون جدا، شقة الطلبة، شنطة حمزة، نورة، 30 يوم في السجن، الأصدقاء التلاتة، الحياة حلوة، رجل وامرأتان، رحلة السعادة، مراتي مدير عام، آخر جنان، الجبل، الشقيقان، المشاغبون، ذكريات التلامذة، شرف المهنة، هي والرجال، آخر شقاوة، أنا وهو وهي، طبيخ الملايكة، مطلوب زوجة فورا، القاهرة في الليل، مسرحية أنا وهو وهي، زوايا المدق، عروس النيل، منتهى الفرح، نشال رغم أنفه، المجانين التلاتة، فرقة المرح، لسنا ملائكة، هربات من الحب، واحد في المليون، الحرامي، العميل 77. وقام بتأليف فيلم ربع دستة أشرار عام 1970، وكان من بطولة فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولي. وأخرج مسرحيتين، واحدة عام 1970 وهي الراجل اللي جوز مراته، وكل واحد وليه عفريت. وعمل موسيقى 3 أفلام، ومن أهمهم فيلم 30 يوم في السجن، وكان بطولة فريد شوقي، واللي اتعرض عام 1966. وفيلم واحد في المليون، والفيلم التالت لسنا ملائكة، والاتنين اتعرضوا عام 1970 وحققوا نجاح كبير جدا. الله يرحمه، لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه. ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.